بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم ويوم جديد معاكم عمر المهاجر وقناة المهاجر. دلوقتي في مكان هنا استوقفني في المدينة اللي احنا فيها، قلت لكم الصبح، اللي هي بتبعد عن جدانسك حوالي ساعتين. ده زي منتجع صحي للناس اللي عندهم مشاكل في الرئة. بس هنا استوقفنا حاجة يعني تقليدية قديمة جدا. اللي احنا شايفينه ده كان بيتحط فيه الهدوم زمان وبيغسلوا فيها الهدوم، ودي هنا عبارة عن حاجة تقليدية زمان بيعملوا بيها الخيط. احنا شايفين دلوقتي كان بيلف هنا ويعمل الخيط في الموجود هنا ده، وده اللي هو بتاع الجبنة بيعملوا فيها الجبنة كان زمان. ودي هنا حاجة موجودة تقليدية برضو كان بيقطعوا فيها اللي هو زي الكرنب، بيتقطع فيها اللي موجود ده. حاجات تقليدية موجودة. ده منظر هنا للمطبخ اللي موجود التقليدي في الفترة ديت أو في الحقبة دي اللي كانوا بيطبخوا فيه، مش بس في بولندا، في أغلب الدول اللي موجودة. دي حاجات تاريخية موجودة من زمان. شايفين دلوقتي ده غسالة موجودة، وده اللي كان بيتحط فينا برضو المية بيغسلوا ايديهم. واحد مثلا زي الحوض ويتوضى او يعمل اي حاجة يغسل وشه وايده. هنا الصابون. ده هنا لتقطيع الجبنة واللانشون، حط فيها هنا برضو بيعملوا البن او هنا القهوة يطحنوها، نفس القصة موجودة. ودي حاجة بتاعت اللحمة عارفينها، حاجة تقليدية. ده نموذج للمكوى اللي موجودة هنا برضو، شايفين هنا اهوت معاكم. ده حاجة موجودة هنا لمنظر بيت قديم تقليدي. دوبره. ده نموذج مصغر اللي هو كان بيتحط فيه الطفل او البيبي وبيلعب بيه. وهنا فوق شايفين دلوقتي ده الاكورديون اللي كان موجود هنا. ده نموذج برضو هنا لدولاب موجود قديم. هنا ساعة موجودة، ساعة حيط. هنا اللمبة بتاعت زمان عارفينها، اللي كانت اللمبة الشمعة اللي بتقيد. وده هنا السرير، نموذج لسرير اتنين جنب بعض موجودين. مرة تانية الطفل اللي كانوا بيحطوه هنا. ده طبعا هنا الصورة وبيقولوا يعني للمسيح أو عيسى أو كده، يعني بيقولوا عليه الصليب الموجود هنا، أو يعني للسيد المسيح. ده هنا موجودة برضو. ده منظر برضو هنا تاني السيد المسيح ومريم العذراء. هنا السرير. ده هنا دولاب للملابس بتاعة الطفل بتحط فيها. دي حاجات معمولة يدوية كانوا بيحطوها برضو في البيت. مرة تانية ديكورات كانوا بيعملوها هنا يدوية بيحطوها في البيت. الورد. هنا ده نموذج للفرن بتاع زمان اللي موجود، الفرن الألماني كان في الحقبة ديت. هنا طبعا في فترة الحرب العالمية الألمان كانوا موجودين في المدينة دي بالأكتر. بتحط فيه هنا الخشب أو الفحم وبيدفي البيت. ده في الشتاء بيدفي البيت. ده هنا منظر الملابس هنا التقليدية، زي مثلا أهل الجنوب عندنا في مصر الصعيد. المنطقة دي كانوا يلبسوا كده. الست هنا بتلبس كده البنت، وده الراجل. وده برضو حاجات تانية موجودة هنا، حاجات اللي موجودة التركية. زي ما قلت لكم دلوقتي احنا موجودين معاكم هنا في المنتجع الصحي ده. معاكم دلوقتي ما زلنا مستمرين في تكملة رحلتنا معاكم، ويوم جديد هنا في المدينة اللي موجودة هنا دلوقتي. نفرجكم دلوقتي هنا. ده عبارة عن محمية هنا موجودة للورد، مكان الورد اللي موجود هنا. ده ورد موجود. ما زلنا مستمرين معاكم. ده عبارة عن نافورة مصغرة. شايفين المنظر بتاعها، المية. شايفين السمك من تحت، السمك ما شاء الله. هنا بيقول لك باللغة البولندي من فضلك ما ترميش عملة هنا موجودة للمية، لأن دايما هنا كان الناس عندهم معتقدات إن هم بيرموا العملة أو الكوينز وترجع لهم تاني. شايفين دلوقتي منظر السمك، سبحان الله. منظر مرة تانية شايفين مع حضراتكم. شايفين دلوقتي هنا عبارة عن طير. شايفين المنظر، منظر البيت بتاعهم من هناك، الطيور.
عصافير الجنة، سامعين الصوت بتاعهم. مرة تانية. شايفين منظر البيت، العصافير الصغيرة جوه. سبحان الله سبحان الله. شايفين عصافير. سبحان الله. هنا مع حضراتكم دلوقتي شايفين ده هنا زي سيرتيفيكت او شهاده بتاع الببغان ده. هو جاي من بخوذ الكراي بتاعته من استراليا، فهنا موجوده هنا وكل حاجه موجوده عنهم، الصوره بتاعهم اهيت. ده هنا برضو الموجود هنا. Zbliżenie zrób. سبحان الله سبحان الله. شايفين دلوقتي هنا في كل مكان هنا عبارة عن خضرة حوالينا موجودة هنا. أوري حضراتكم دلوقتي مرة تانية النافورة اللي موجودة هنا. منظر جميل جدا جدا جدا. عايز اقول لحضراتكم يعني هنا في بولندا بالاكتر احنا في فصل الصيف، يعني بنحس بجمال رهيب جدا للطبيعه. مش حتى في المدينه اللي انا قاعد فيها، وان شاء الله اعمل لكم حلقات بعد كده يعني عن بولندا، يعني البلد اللي موجوده، مش شرط السياحه، كل حاجه بتتعلق او مش بالدراسه بس. فالمكان حتى اللي احنا جيناه هنا قلت لكم يعني هو منتجع سياحي، مش فقط حتى لكبار السن بس للناس كلها اللي موجودين هنا. دلوقتي هوريكم الصبار. طبعا الصبار بتاعنا نبات الصبار، فده بس صبار تاني، ده نوع برضه موجود نوات الكاكتوس في البولندي اللي هو الصبار بتاعنا. هنا بيبقى كويس جدا للشعر. شايفينه هنا دلوقتي المنظر قربنا اكتر للكاميرا. ده هنا نوع استوقفني لورد، يعني مش موجود بس الا في استراليا، فسبحان الله. اسمه ستاليتسا. ده اسمه ستريليتسيا. ده ورد غالي جدا، قلت لكم الموطن الاصلي بتاعه من استراليا. فهنا احنا شايفين ان حاجات كتيره جدا من استراليا زي البغبغان ده اللي كان موجود هناك وشرحت لكم عليه بالظبط. هنا مع حضراتكم دلوقتي ده شجره الموز. سبحان الله، شجره الموز دلوقتي اللي موجوده تطرح موز. وده نبات الصبار زي ما قلت لكم، الصبار ده بالنسبه هنا البغبغان اللي موجود هنا اللي احنا قلنا عليه اللي موجود هنا دلوقتي هنختم معاكم جولتنا اللي كانت موجوده هنا من داخل المكان ده، حبيت افرجكم عليه. اتمنى يكون الفيديو القصير ده عجبكم. ان شاء الله نعمل اشتراك او نشير الفيديو لاكبر عدد من الناس. كان معاكم عمر المهاجر، اشوفكم على خير ان شاء الله، مع الف سلامه.